السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة هقولك على فكرة جميلة جدا بجد تستحق التجربة. اعتمديها دايما في مطبخك وخليكي ست بيت شاطرة. لو المعالق بتاعتك لونها مصفرة او عليها تكلسات ومش عارفة تنضفيها ونفسك تلمعيها وترجعيها جديدة، تعالي النهاردة هقولك على فكرة ترجعيها جديدة بيها من غير ما تصرفي ولا جنيه. هنجيب قطعة من ورق الفويل، بس قطعة تكون كبيرة شوية، اللي انا قطعتها دي جت صغيرة بس مش مشكلة هنتصرف. وهنحط فيها المعالق وهنبدأ نعمل لها سور بالشكل ده بحيث الخلطة اللي احنا هنحطها ما تقعش من عليها. شايفه؟ هتعملي لها صور بالشكل ده. ودلوقتي هنجيب معلقه كبيره من ملح الطعام، الملح العادي اللي احنا بنستخدمه في الاكل بتاعنا، وهنرشها على المعالق بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. الملح ده جميل جدا في تلميع الاستانلس، عايزه اقولك سحر. وكمان هنضيف نص معلقه من بيكربونات الصودا او بيكربونات الصوديوم، ولو ما عندكيش تقدري تستغني عنها مفيش مشكله، استخدمي الملح بس. ودلوقتي هنجيب الخل وهنحط عليهم خل، بس بظبط طبعا الفويل عشان الخل ما يقعش من عليهم. وهنجيب الخل وهنحطه بالشكل ده حوالي ربع كوبايه من الخل. شايفين؟ اول ما هنحط الخل دلوقتي هيحصل فوران، وده بسبب البيكربونات الصوديوم. وخلاص كده بعد ما حطيت الخل دلوقتي هنقفل كويس جدا على المعالق والخلطه اللي احنا عملناها. وزي ما قلت لك حاولي كده قبل ما تقطعي الورقه تكبريها شويه بس عشان تعرفي تلفيها والخل ما يقعش منك زي ما حصل معايا كده دلوقتي. وهنحطها داخل كيس تلاجة وهنسيبها على الرخامه لمده ساعه. لو وراكي اي حاجه في المطبخ هتعمليها اعمليها وسيبيهم، وارجعي بعد ساعه شوفي النتيجه ايه. عايزه اقولك الفكره سهله وجميله جدا، وعايزه اقولك تحفه. جربيها مش هتخسري حاجه. هي قطعه من ورق الفويل ومعلقه ملح وحوالي ربع كوبايه من الخل، ولو ما عندكيش بيكربونات مفيش مشكله ما تستعمليهاش، لو عندك استعمليها. وعايزه اقولك المعالق بتاعتك حرفيا هترجع جديده. جربيها بنفسك واحكمي. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفه المعالق ما شاء الله بتتكلم عن نفسها من قبل ما نشطفها. المعالق حرفيا رجعت جديده. عايزه اقولك المعالق دي بقالها زمن عندي، بقالها كتير جدا. شايفه المعلقه ما شاء الله رجعت جديده. اتمنى ان شاء الله تجربي الفكره وتعجبك، ولو عجبك الفيديو لايك كتير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واتمنى منك تجربي الوصفه لان هي فعلا تستحق التجربه. لو التجربه كانت فاشله كنت هقولك التجربه فاشله. شايفه المعالق حرفيا جديده. عايزه اقولك المعالق دي بقالها سنين كتير عندي. شايفه ما شاء الله اللهم بارك كانها لسه جديده. اتمنى الفكره تكون عجبتك واشوفك في فيديو جديد وباي.